كلشي كيقول لي هضر لينا على غلاء الاسعار. بغيتو نهضر على غلاء الاسعار، انا غادي نهضر، لكن تقبلوا هضرتي، تقبلوا الحقيقه، حيت الحقيقه دائما ما تكون مره. اول حاجه خاصنا نشوفوها في راسنا قبل ما نهضروا على غلاء الاسعار، واش حنا شادين طريق الله كما ينبغي؟ واش ملي كيأذن المؤذن كنحط كاع داكشي اللي في يدي وكنمشي نصلي؟ واش ملي كيجي وقت موازين كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنجلس في دارنا، اولا كنمشي كنجري باش نشوف المناكر؟ واش ملي كنكون شاد التليفون وكتطلع لي شي فضيحه كنبلوكي ديك الصفحه، اولا كنزيد ندير بارطاج باش نزيد ننشر الفحيشه؟ واش غادي تقولوا واش كيخربق علينا هذا؟ حنا كنقولوا له هضر لينا على غلاء الاسعار، هو كيهضر على المعاصي. اسمع مزيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، همهم بطونهم ودينهم أموالهم. هادشي اللي فيه حنا دابا كنهضروا غير على كرشنا، واللي عنده الفلوس هو كلشي. السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان، فإذا فعلوا ذلك ابتلاهم الله بالسنون. قيل وما السنون يا رسول الله؟ قال جور حكام. انتم كتشوفوا دابا شكون اللي كيشد رئيس الحكومه، واحد كينسك في الاخر. وغلاء المؤن، ها الغلاء. وكثرة الأوبئة، انتم كتشوفوا ها كورونا، ها الاخر ما شنو سميتو. ويحبس الله عنهم المطر في اوانه وينزله في غير اوانه. هذا الشيء هضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنه وحنا كنعيشوه. وكيقول الله سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. بهاد المعاصي ديالنا يسلط الله علينا هذا الشيء. وكيقول الله سبحانه وتعالى لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بركات، سماء تمطر وارض تنبت. شكون اللي كيأمر السماء باش تمطر؟ وانزل لكم من السماء ماء فانبثنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ واش ماشي الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. واش رجعنا الله؟ جالسين على المهرجانات وعلى الخمور وعلى الملاهي. ولد صغير غادي بالزنقه شاد الكارو طول منه، وبنت يلاه كتعلم تمشي كيعلموها تشطح في التيك توك وكيصفقوا ليها. وجالسين كنشرب في التخربيق. هذا عيد الفالونتين، هذه راس السنه، هذا عيد الحب. واش رجعنا الله؟ سمحوا لي كنهضر قاصح شويه في هذا الفيديو، لكن هذه هي الحقيقه، والحقيقه غالبا ما تكون مره، ما كنتقبلوهاش. كنبغيو نسمعوا غير اللي جرنا للفساد ويضحك علينا. مع الاسف هذا هو الواقع المر ديالنا. واحد الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له غلاء الاسعار، قال لهم علي ان اعبده كما امرني وعليه ان يرزقني كما وعدني. واش حنا عبدنا الله كما امرنا؟ حنا غادي نطريق الهلاك. اللي مسيريننا ما كيخافوش الله، كيرسموا لنا طريق الفساد. بغاو الامه كلها تفسد وبغاو يجعلونا بحال القطيع. حنا ماشي قطيع، حنا بشر، وعطانا الله عقل خاصنا نفكروا به ونميزوا به الخبيث من الطيب. ربي اللي ضمن لك الرزق ديالك ماشي هادو. وكيقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله اللي كيرزق. شنو قال سيدنا إبراهيم؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والله حتى يفتح عليك الله سبحانه وتعالى البركات، تلقى الناس كلها كتشكي من غلاء الاسعار وانت هاني ما مسوقش وما جايب للدنيا اخبار. تابع طريق الله وربي كيرزقك من فوق راسك ومن تحت رجليك. نرجعوا الله، نحاولوا نرجعوا الله اخوتي، وربي قادر انه يغير هذه المناكر كلها. والله حتى قادر في لمح البصر، لانه كيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حتى نتغيروا حنا ونشدوا طريق الله، ديك الساعه غادي تغير الاحوال ديالنا، وربي غيبدل كاع المفسدين بناس كيخافوا الله. وكل شيء رخاص وكل شيء يتقاد، لكن الشرط حنا خاصنا نرجعوا الله. لكن حنا لا، مع الاسف ولينا نبارطاجيو غير الضحك والتفاهات، والحقيقه كندوزوها بالزربه. الا ما اللي نبقى نبارطاجي انا قال الله قال الرسول يبقى يقول هذا فقيه، مالي انا حمق. لا خويا انت ماشي حمق، بارطاجي التفاهات والضحك حيت هما اللي غتلقاهم معاك في القبر. خوتي قبل ما نهضروا على غلاء الاسعار نشوفوا علاقتنا كي دايره مع الله. كل واحد يوقف قدام المرايه ويسول راسو واش هاد الطريق اللي غادي فيها انا كترضي الله؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. النهار اللي غنتغيروا حنا للاحسن ربي غيغير لنا الاحوال ديالنا. تهلا.